ده طاجن كفتة داوود باشا يكفي 4 أفراد. هحكي لكم أحلى طريقة أنا بحبها للأكلة دي. بسم الله. معايا كيلو لحمة مفرومة، فرمت بصلتين كبار وصفيتهم من المية وضفتهم على اللحمة. ضفت البهارات وهكتبها لكم في أول كومنت. وهضيف معلقة كبيرة بودر، وهعجن الكفتة كويس جدا عشان الخليط يتجانس مع بعضه وما تفكش منك وهي في الفرن. هجيب صينية وادهنها بالزيت واشكل الكفتة بالطريقة دي، وده الشكل المتعارف عليه لكفتة داوود باشا. وانا استخدمت نص كيلو من اللحمة فقط، وبعد كده ابدرها بالدقيق عشان ما تفكش مني اثناء التحمير. احط الكفتة واحمرها في زيت غزير، ومن تجربتي هتبقى اجمل اما تطلع 3/4 سوا وتكمل التسوية بتاعتها في الصلصة اجمل طريقة جربتها وطلعت الصلصة تحفة هي اني احمر بصل الصلصة بزيت تحمير الكفتة. حاجة كيميائية كده، جربوها. اول ما يبتدي يحمر اضيف قرن فلفل رومي، واول ما البصلة تحمر اضيف كوبايتين من الطماطم المضروبة وانا اللي ضربتها، معلقة فلفل اسمر، ملح، واضيف معلقة من معجون الصلصة. واول ما الصلصة تتسبك ضيفي كوبايتين مية، واول ما تغلي اضيف الكفتة بتاعتي واغطيها تغلي غلوتين كده، واحطها في الطاجن بتاعي وادخلها في الفرن لمدة تلت ساعة وتابعيها، وشغلي عليها الشواية عشان تاخد وش حلو كده. وبكده معانا احلى طاجن لداوود باشا. اعملوا متابعة. لو عجبكم الفيديو سلام.